بورسعيد تاريخ نعيشه، وضمة بورسعيدية من غير سمسمية. ده الشرح للندوة اللي كان أستاذ محمد شردي بيقدمها في معرض الكتاب في بورسعيد. آم، الضمة كان فيها ذكريات بورسعيد، وكان فيها حكايات عن بورسعيد زمان. لكن أهم ما في الندوة إن إحنا كنا منزلين فيديو من فترة قصيرة عن معرض حكاية مدينة، وقلنا الصور بتاعت الأستاذ مصطفى شردي عايزين نوثقها، وكنا بنحاول نوصل لأستاذ محمد شردي، وده كان طبعا من الصعب جدا. فربنا ساقه إلينا كي نسأله كيف نوثق صور والده، وإذا كان عنده طرق للمساعدة. فحكى لنا حكاية إن والده لما سافر له أمريكا، وكانت المكتبة كذا دور، والأدوار فيها إيه، والأرشيف تحت الأرض، وإنه والده طلب يشوف التايمز 56، فلما شافها بكى. فبيقوله في إيه يا والدي؟ قال له الأربع صور دول أنا اللي مصورهم. فالتايمز بتكتب اسم المصور، ففعلا اتلاقى كل الصور مكتوب عليها اسامي المصورين إلا الأربع صور دي. فبقول له طب وحضرتك عملت ايه؟ قال لي ان شاء الله هنحاول في ارشيف الجمهورية، وهنحاول توثيق الصور من مصادر مختلفة، لان الموضوع ده يهمه شخصيا. الجميل في الموضوع ان انت لما تطلب من ربنا حاجة يسخر لك العباد، ويسخر لك ال... الكون كله، علشان لا يقول للشيء كن فيكون. ما تستصعبش حاجة، انت قول يا رب وهو هيسهل لك كل الطريق. يعني مين يتوقع ان آلام زي ده يجي عندنا علشان انت تسأله؟ ولا وبعدين كل اللي كان متأخر كان بيجرسوا بالبورسعيدي، يعني يطلعوا مسرح يقول فلان اتأخر سقفوا له، فلان جاي متأخر فهنسقف له ونطلعه على المسرح. لكن مصطفى محمد شاذلي نزلناه احنا من على المسرح علشان نسأله السؤال ده بفضل وكرم من عند ربنا. أول لما نثبت الصور بتاعت مصطفى شاذلي، سواء اللي موجودة على النت أو اللي موجودة في معرض النصر، هتكونوا أول من يعلم في فيديو جديد، ويبقى كده خلص الكلام. سلام.